عندنا، ومن الشعراء برضه المتابعين لينا الاستاذ عادل عطا. اهلا وسهلا استاذ عادل عطا. احنا معانا توقعات خفيفه كده لان انا عارفه انتوا عايزين الطرب، بس الشعر برضه انا شايفه ناس مركزه قوي مع الشعر، مع الكلمه الحلوه مركزين معاها. الشاعر السكندري الاستاذ عادل عطا. السلام عليكم. اولا نشكر الاستاذه امل ايوب على هذه الاحتفاليه، فهي ليست نقد الشارع فقط، فهي نقد وقلب واحساس الشارع. انا اطلق عليها عندما اقرا اشعارها او استمع اليها فهي نقد واحساس وقلب الشارع. القصيده بعنوان يعني نضفي شيء من البهجه كده، بعنوان حكايه صعيدي على السريع. نتمنى احنا نسمعه النهارده. حكايه صعيدي على السريع. عجبي على صبيه في البلد شفتها، جت عيني في عينيها واعجبت بيها. حكايه صعيدي على السريع. عجبي على صبيه في البلد شفتها، جت عيني في عينيها واعجبت بيها، وكان نفسي اقول لها انه معجب بها واخبرها اني بحبها. وقع في حيره، وقع في حيره ومشكله والمردود احلها. قلت ادخل الدار من بابه وجابوا لابوها وابنها. ورحت طوالي على الدار وجنبي جاي النار من عشقها. وجابت ابوها وسلمت علي امها بيدها. وشافتني الصبيه وقالت لي ايه الاجابه؟ انا قلت حكيها. فجأة ظهر فحل جاموس كان في اوضه الدروس. انا قلت انتهي. قال لي انا جوزها وابو ولادها، لا كرسي كله مش قايل منها. خدت بعض وقلت يا فكير مكان ما تنسي اشري له. وقعدت في البيت اسبوع ان شاء الله اموت من الجوع. العمر مش بعذابي، مش عايز الصبيه وهشتري عربيه واعيش حياتي وسعد وشغلتي. بنشكر الاستاذ عادل عطا.